ايه مزز؟ لا ناقص سكر. ما تخلص يا ابني، بقالك ساعه واقف قدام المرايه، شويه تجيب لي شعرك لورا، شويه على جنب، شويه لقدام. انت قاعد بتصرح ولا بتركن؟ يا ايه رايكم في الفانله دي؟ لسه جايبها جديد، اخدت 3 ب 11. حلو ولا ضحك عليا؟ لا تقريبا انت اللي ضحكت على صاحب المحل. بابا هو جاي معايا وبالفانيلا ولا اوعى تقول له كده تاني لحسن يقلعها وينزل معاك من غيرها. وايه يا ابني انت عامله شعرك ده؟ الغيره بقى والحقد، ايه الجرف ده؟ ما تعمله زيك كده، مع الشنب بقى هيودي اللوك في حته تانيه، ده هيودي اللوك في داهيه. بابا انا نازل واخدت مفتاح العربيه. ها ولا حذري تقعد تلعب بقى في مرايات العربيه عشان تشوف لنفسك، شغل الفرافير ده لا، المرايات دي للطريق مش ليك انت. حاضر يا بابا، هنزل انا بقى عشان راكن صف خامس. مش كان صف تاني تقريبا، هنزلوا صفوف جديده. يا صاحبي هنخرج النهارده ويا ايه؟ خارجين يا عم، انت مش شايفني مجهز نفسي اهو، بس مستنيين اسلام ينزل واحنا نتحرك. ايه ده انت تام دهد نفسك اطيل؟ ده انا تتاولك يوح يلبس وضبط طايعك البايض ده. المهم يا زميلي، انت ميت وما يبوت، ابوت زعلان منك عافتيا وتايمني في التليفون وبيستتي منك. انا؟ يا صاحبي بيستتي منك. انا شعري بايظ؟ يا عم ابويا مركز في شويه حاجات تافهه، مره ما تسهرش بره، ومره اقعد اذاكر، ومره اروح الدروس، انا زهقت. معاك حق، تجاهها تفاهات فعلا. شفت؟ بتتصدق يا صاحبي؟ شعيط حلو. يا عيد. ايوه يا ابني، ده انا بفكر ابقى ارتست. ودي بتقبل من مجموع كام؟ لا ده قسم في كليه زراعه، هبقى احوله لما الدراسه تبدا. ممكن. ايه ده؟ ايه الاكل ده كله؟ في يا بابا، وانت مش قلت لي عاوزك تغير من نفسك ويبقى شكلك كده زي الرجاله؟ ادينا اهو باكل وبجهز نفسي عشان انزل الجيم، تقوم مخلص اكل الاسبوع بحاله. انا كان قصدي على شعرك يا ابني. اتفضل يلا رجع الاكل ده كله في الثلاجه. ارجع ايه يا بابا؟ ده انا لسه عاوز حاجات تانية، لسه اشتراك الجيم والبروتين والكرياتين والال كارانتين والاوميجا 3 والزنك والسي 4 والمغنيسيوم. بس ايه؟ هتبقى بيج يوسف؟ كل ده هتكلف كام؟ يعني مش هيزيدوا عن 10000 جنيه. 3000؟ 10. ايه ده؟ امسك اشرب دي يا ابني، انت مش اقوى من المخدرات. السلام عليكم يا استاذ شعبان. وعليكم السلام يا عبد البواب. ايه في حاجه ولا ايه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ انت عندك ابن اسمه ابن عندي اوفا يا عبد البواب. مفيش منه نسخه اكبر؟ لا للاسف الصراحه مفيش، ده اخر قطعه عندي، بس خده ممكن يريح معاك يعني. انجز يا عبد البواب، يوسف ماله عمل ايه؟ بصراحه كده خبط العربيه. ايه؟ خبط العربيه؟ يا عبد البواب ايه يا بابا؟ في ايه؟ صوتك عالي ليه كده؟ وكمان بتشرب سجاير لسه؟ في يا بابا؟ مش انت لسه مداني من 5 ثواني؟ انا يا ابني حسبي الله ونعم الوكيل. عملت ايه في العربيه؟ جبت 68 من 80. هي اللغه العربيه كده دايما سهله. ولا انت بتستعبط؟ خبطت العربيه ازاي؟ والله غصب عني يا بابا، ده وانا ماشي في طريقي عادي وبسرعه بطيئه قوي، هوبا ايه بقى؟ لقيت عمود نور واقف بيعدي الشارع فخبط فيا. لا كده هو اللي غلطان فعلا. ايه؟ عمود نور ايه اللي بيعدي الشارع؟ بيمشي وهو نايم يعني ولا ايه؟ جايز كل حاجه جايزه. لا الحزام لا بلاش عشان خاطري. حزام ايه؟ ده كان موضه قديمه، انا بقى اعرف ازاي اخليك ما تخبطش عواميد الناس. قول لي يا يوسف، كنت ماشي على سرعه كام قبل الحادثه؟ 20 50 240. ليه؟ فاكر نفسك باتمان؟ إذا كان سرعة الطريق أصلا 140، أنا سرعتي 240، أسرع منه أكسب. ده أنا يا بني آدم لما كنت مستعجل وسايق ورايح الشغل ما كسرتش ال60. خلاص يا بابا، أنا عارف إنك بتعمل كل ده عشان تخصم المصروف وتصلح العربية. اعمل كده يا ابني، أنا لو قعدت حياتي كلها آخد مصروفك كله مش هصلح مراية العربية أصلا. أنا هعمل اللي هيصلح حياتك كلها. جاهز؟ لا تفصيل. وكمان بتستظرف؟ طب فصل بقى الشعر اللي هيقع منك. لا بس ايه رايك؟
مش كده احسن برضو؟ احسن في ايه؟ الموبايل مش عارفني، مش عاوز يفتح بوشي، فاكرني حد تاني. اعمل ايه دلوقتي؟ ايوه كده، يا سلام. وشك ده ولا وش الجيل؟ وشك ده ولا وش القمر؟ حسام حسن في عزه. ده انا شايف مخك من عندي هنا. طب الحمد لله ان انا عندي واحد غيري ما عندوش خالص. بس والله وشك نور يا يوسف. اي نعم هو بقى شبه الزلطه شويه، بس بقى كويس. تعرف زمان واحنا في المدرسه كان المدرس يجي كده لو مسك شعر واحد مننا وطلع في ايده، يا ويلو، عارف كان يعمل فيه ايه؟ ما تقولش كان بيحلله في الطابور قدام الناس؟ لا، كان بيقول له تيجي بكره وحالك عادي. انا هقوم امشي منه. طب حاسب في ميه على الارض لا تتزحلق وتقع على دماغك، فتتزحلق وتقع تاني. خلاص، في حد عنده افيه تاني عاوز يقوله؟ لا خلاص شطبنا، ابقى عدى علينا بكره بقى. بقالك كذا يوم حابس نفسك في الأوضة، لا بتخرج ولا بتشوف حد. كل ده عشان مكسوف من شكلك؟ مش خلاص قررت وحلقت لي شعرك بدون ما تاخد موافقتي زي الأطفال؟ خلاص سيبني اقعد لوحدي بقى. أنا ما كانش قصدي أجرحك ولا أضايقك، أنا بس لقيتك مهتم بمظهرك زيادة عن اللزوم، ومش مهتم بحاجة غيره، لا دراستك ولا عيلتك. فحبيت أفوقك من اللي أنت فيه ده وألحقك وأحميك من الغرور بتاعك. تقوم تحرجني قدام كل الناس، حتى اخواتي الصغيرين، وتعمل فيها كده؟ انت اللي خليتني اعمل كده. انا ما طلبتش منك اصلا. من تصرفاتك حالك اتغير وبقيت مستهتر، بقيت خايف لا تعمل حاجه تغضب ربنا. في حاجه اسمها لغه حوار، انك تقعد وتتكلم معايا وتفهمني الصح من الغلط. انا مهما كبرت مش هكبر عليك، بس مش بالطريقه دي. وبعدين انا غلطت في ايه؟ ما دام مش بعمل حاجه حرام ومش باذي حد، تقول انا ما عملتش حاجه تغضب ربنا، ليه تحكم عليا انا غلطان بالشكل ده؟ انا فعلا غلطت في اختيار الطريقه، بس والله نيتي كانت انك تاخد بالك من مستقبلك وتركز على الحاجات المهمه في حياتك، مش بالتفاهات اللي بتضيع فيها وقتك. انا فاهم نيتك يا بابا، بس كويس انك عرفت ان الطريقه كانت غلط. بس بعد ايه؟ مين ده؟ ايدك بقى على 250 300 جنيه اشتري بيها الكاب، اداري بيها البلاطه اللي على دماغي دي. امسك. ايه لا، راح فين تاني؟ نضاء.